إنها حياة براقة للغاية، فهن يحسدنني لكوني بالقرب من قمة المجتمع في دالاس، لأن المشاهير هم من أعمل معهم ويريدون أن أصورهم وأن تنشر صورهم في المجلات، وكل المجلات تتصل بك لأن صورك مطلوبة. ولكونك دائما مع هؤلاء الناس فأنت تبدأ تتأثر وتعيش نفس الأسلوب والحياة، حيث كل ما يهم هو كيف أبدو وكم من جسدي يمكنني أن أظهر، لأن لا أحد سيهتم بي إذا لم أبدو ملفتة. لقد اخترت أن تعبري عن إيمانك بطريقة متحفظة من خلال ارتداء الحجاب، لماذا؟ سأرتدي ملابس أكثر تحفظا وسأغطي رأسي بالطريقة الصحيحة، ولكنني سأتمتع بالأسلوب الأمريكي لهذا. ويبدو أن مزيدا من الناس ينظرون إلى ديني بشكل إيجابي ويرحبون بي ويسألونني عن ديني، وهي فرصة عظيمة بالنسبة لي، وهذا ما يجعلهم يشعرون بأن ثمة أملا بالنسبة لهم أيضا، يمكنهم الانضمام لهذا الدين وتمثيله بشكل متحضر. أتدري أن المرأة يمكنها أن تبدو أكثر جمالا وأناقة أثناء ارتداء غطاء الرأس، ولكن بإمكانها أيضا أن تظل أمريكية. عندما أذهب إلى أكبر المراكز التجارية في دالاس أرى البنات المحجبات في كل مكان، وأرى كثيرا من البنات من أصول بيضاء يرتدين الحجاب. إنه ينتشر، هل تدرك ذلك؟ إنه أسرع الديانات انتشارا في أمريكا. هل تشعرين بأنك كمسلمة أصبحت أقل كأمريكية؟ لا أشعر بأنني أقل كأمريكية، كل ما فعلته هو تغيير ديانتي فقط، فعند النشيد الوطني ستجدني أمام العلم أضع يدي على قلبي. هذا أمر سمعته خلال رحلتي تقريبا. كل من التقيته من المسلمين الأمريكيين يتسمون بالولاء للعلم الأمريكي، وأعتقد أن هذا أمر تنفرد به أمريكا، وبالتأكيد لا ترى ذلك في أوروبا. أعتقد أنه جزء أساسي مما أفهمه عن الإسلام الأمريكي. ما يشعر الأمريكيون بالوحدة حوله هو نوع من الديانة المدنية التي تتمحور حول العلم الأمريكي، وهو ما يتعهد